بيظهر واحد من أفراد الجيش، لكن فجأة بيظهر وراه واحد من الزومبي وجيش كامل من الزومبي. باقي الناس اللي راحوا للميدان الرئيسي شافوا أفراد الجيش اللي كانوا مستنيينهم فعلا، لكن بعد ما تحولوا لزومبي هم كمان بيبدأ الناس يهربوا منهم، والراجل بينقل مراته على السلم التاني اللي بيطلع لفوق وبيهربوا. واحد من الزومبي كان على وشك يعض سوان، لكن الراجل بيلحقها وبياخدها وبيهربوا. بيجي مع ساكو واحد من الزومبي، لكن الراجل المتشرد بيحط حاجة على دماغه، فالزومبي ساب ساكو بعد ما بقى مش شايفه وقدر يهرب مع باقي المجموعة اللي منتظرين ورا الباب. وحاول الراجل ده وساكو وفريق البيسبول انهم يقفلوا الباب عليهم. الزومبي قدروا يكسروا ازاز الممر اللي فوق الارض وبداوا ينزلوا على الركاب، واللي قدر يهرب منهم جزء. لكن بعد ما اتفرقوا كل مجموعة في اتجاه، والاتنين العواجيز الاخوات كل واحدة راحت في اتجاه. بعد ما ركبوا الراجل ده بيقول للمضيف انه لازم يبلغ السواق انه لازم يمشي بالقطر دلوقتي حالا، والا حياتهم كلهم هتكون في خطر. البنت دي بترفض لان اصحابها من فريق البيسبول لسه ما ركبوش، لكن بيزقها وبيخلي المضيف يتصل على السواق فعلا وبيطلب منه انهم لازم يتحركوا. ساكو والراجل وفريق البيسبول على ما قفلوا الباب كان الزومبي كسروا الازاز اصلا، فبيجروا على القطر بسرعه واللي كان بدأ يتحرك. أول ما بيوصلوا هجم الزومبي على اتنين من فريق البيسبول، التالت قاعد في مكانه من الصدمة، فبيشدوا ساكو وبيركبوا القطر بسرعة. الراجل بياخد درع الشرطة من على الأرض وبيضرب بيه الزومبي، وأخيرا بيركب القطر. كده الركاب الباقيين متقسمين على 3 عربيات، الجزء الأكبر منهم موجودين في العربية رقم 15 واللي غطوا الإزاز بتاعها بطفايات الحريق وقفلوا البيبان بهدومهم. سوان والست الحامل وواحدة من العواجيز والراجل المتشرد كانوا في عربية لوحدهم، وساكو والراجل جوز الست الحامل ولاعب البيسبول كانوا في عربية تالتة. الست الحامل لاحظت انهم متحاصرين بين عربيتين فيهم زومبي، فلمحت باب حمام مفتوح فدخلوا كلهم فيه، لكن الزومبي شافهم في اخر لحظة وحاول يهجم عليهم، لكن قدروا يقفلوا الباب عليهم.